آية عجيبة. انتبه يعني كيف يعني حفظهم الله الحفظ. هم لما قالوا هذا الدعاء قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم سنة لبثوا في الكهف؟ 309 سنين. 300 عام. وش معنى 300 عام؟ يعني جاءت أجيال وراحت أجيال، وجاءت دول وراحت دول. وما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا النوم أولا طبعا هو أن يكون آية، لأنه سوف يأتي وقت الناس يشكون في البعث، فيخرج هؤلاء فيكونون يعني آية على البعث للناس. الأمر الثاني أن هذا فيه حفظ لهم ولدينهم، أن هذا كان فيه حفظا لهم ولدينهم. ولهذا جاء في الصحيح أنه تكون فتن النائم فيها خير من اليقظان. فالنوم حينئذ يكون عصمة للإنسان من الدخول في الفتنة، وهذا الذي حدث إيش لأصحاب الكهف. والأمر الآخر أيضا الذي يعني يكون لهم ما هو أن عملهم يجري لهم خلال 300 سنة كلها، أن عملهم الصالح يجري لهم خلال 309 سنين وتسع سنين كلها. فالمقصود يعني هو أن يحفظ المؤمن 10 الآيات الأول هذه، أو يحفظ سورة الكهف كاملة، هذا الأفضل حتى يقرأها كل جمعة. ونحن في زمن في الحقيقة يعني الفتن فيه يعني عظيمة، فلو أنه قرأها في الصباح وقرأها في المساء 10 الآيات هذه لكانت سببا بإذن الله في تثبيته. نعم.